تصريحات توفيق عكاشة قنبلة نووية. هريدي يرحب بكم. ارزع لايك للفيديو ويا لحقتني يا ما لحقتنيش. بالصدفة يا كبير وانا معقلب وبعبش في تويتر لقيت لك ابو عكاشة كاتب تغريدة عجبتني قوي. كاتب في هيا النائمون في سلطح ملطح، وسلطح ملطح دي هي اللي خلتني خشيت على تغريدة ابو عكاشي. النائمون في سلطح ملطح لا عدد له، يراجعوا تغريدة الدكتور رامي عزيز اليوم. للأسف الشديد جدا صح، يعني هو ما يقول إنه تغريدة الدكتور رامي عزيز صح. خلاني رحت دورت على رامي عزيز وقريت التغريدة بتاعته. ما تقولي تغريدة رامي عزيز: لا سبيل لإنقاذ مصر، وبين قوسين أو بشكل أصح ما تبقى من مصر، إلا برحيل السيسي وخروج الجيش من المشهد السياسي والاقتصادي بلا رجعة، والعمل على أن يكون جيش محترف لا جيش يعمل في المشاريع الفاشلة. ورايح أطلع أشوف مصلحتي من عند توفيق عكاشة، لقيت لك 3-4 تغريدات حاجة عجيبة. تغريدة ما يقول في هيا يقاس نجاح الدول بنجاحها الاقتصادي وفشله بفشلها الاقتصادي، وراح موجه سؤال للحج أشرف الساعد. ما يقول له إياه: عمنا أشرف الساعد، أنت رجل اقتصاد تمام، ما هو رأيك في اقتصاد مصر؟ وما هي الأسباب بشهادة حق أمام الله تكون معك يوم الحساب؟ جنبها تغريدة تاني ما يقول فيها: لي تم إبعاده عن المشهد السياسي. ما يقول: من خلال التحليل السياسي الدقيق الذي قدمته على مدار السنوات الماضية، واللي تسبب في وقف قناتي وإبعادي عن المشهد السياسي والإعلامي، والذي شهدته الناس بأم أعينها، كان الهدف منه النصيحة والإرشاد للحكام، لأن الوطنية حمل كبير على كتف الوطني وتمنها الغالي في حب الوطن، ولم يستمع له ولن يسمع. تغريدة تانية تعتبر قنبلة نووية للي يفهمه. ما يقول فيها: نحن لا نستوعب ولا نفكر ونرغب في الحصول على المعلومة دون تفكير، وهذا غلط كبير. أحد الذين يجلسون على منضدة إدارة العالم هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد أعلنوا طلباتهم من مصر واضحة، ومنها الديمقراطية ذات الضمانات والغير مشكك فيها. بس خلاص ممكن بقى نراجع جميع الطلبات ونفهم. آخر تغريدة، رغم إنه توفيق عكاشة صراحة يتشبعش منه، تغريدة حلوة قوي. ما يقول فهي: هذه الأكلة غير كل أكلي، هذه المرة ملح وفلفل وبهارات مظبوطة والتسوية كانت على الهادي. راح رادد عليه واحد اسمه مستر إكس مش ممكن يموت، وقال له: دي هي الطريقة اللي الأخ ده بيشتغل بيها. الكائنات أحادية الخلية اللي بتقول عليه ذكي ومتبصر، حط أي كلمتين هبل يبانوا إنهم غمق، وهو في النهاية مش عارف هو نفسه يقصد إيه، وهو بخت الهبل على المجانين. أبو عكاشة راح رادد عليه قال له إياه: أقسم بالله يا شيخ لم أكن أعلم أنك ذكي جدا لهذه الدرجة. حد عارف مين الطبخة دي؟ يقول لي، عشان هريدي صراحة غبي وفهمش ولا حاجة. سلام.